حديثي عن زميلنا أو ابن صديقنا، وهو جاري الشيخ باقر الإرواني، جاري في قم، لكن جيران لا يتزاورون. بس أبوه صديقي، مرتين أنا موديه بسيارتي الفولكس واجن إلى بغداد، وما أدري عنده قرابة هناك شتى وصل العقود، وصل للباب. الشيخ باقر الآن سووا مرجع، وإن كان هو عليه أن يتدبر ما أقول، إن شاء الله يوصل صوتي وأن يحتملني، لا يحكم علي بسرعة. هو يعني مرجعيته هو والمشايخ أو الشيخان حوله، ترى القضية يعني مسألة وقتية زمنية محددة مرحلية، وبعدين الهدف الكل يعلم أنه الشيعة في العالم وبالعراق بالذات يفضلون السيد، المرجع السيد. فالقضية هي راح تتم مرحلية بشكل يعني سلس، وبعد ذلك بلي ثبتت الأعلمية لفلان ويدعبلوها، يلا ما يخالف. ما يهم في الأمر أن أنا أريد أنصح الشيخ باقر، وأدعي بأني أنصح، والنصيحة حق للمسلم على المسلم، مؤمن على المؤمن. هو عم خلي ينصحني، أهلا وسهلا، وألف أهلا وسهلا، وأرجوه أن لا يستنكف من سماع نصائحي أو يهزأ بها. ولست أوهى خطا من نملة نطقت فظل معتبرا منها سليمان. أقول له شيخنا الشيخ باقر طول الله عمرك، قلت لك وتين عمرك، لا أنت النبي سليمان ولا أنا النملة، على الأقل استمع استمع شيء جاي أقول. إيه، أنا أروي لك حديث، والحديث موجود بالخصال وغير الخصال. سئل رسول الله، ويسمعوني الشيعة ويسمعوني الكل حتى الملائكة، سئل رسول الله من أشد الناس حسرة يوم القيامة. والله إذا عندك تقوى يا شيخ باقر تهتز من تسمع هذا الحديث، وأنا أعتقد أنك ستهتز. من أعظم الناس حسرة يوم القيامة؟ فقال النبي حسرة رجل، أدق على وجهي ألطم، حسرة رجل باع آخرته بدنياه، أيام فانية ومؤقتة باعها، باع مقام خالد وباع مقام سرمدي بأيام عابرة، ما تسوى والله ما تسوى. رجل باع آخرته لدنياه أو بدنياه. ولا أسعى أشاد، هاي هم تهمك شيخي، أقول لك شيخي ما يخالف ولو أنت أصغر مني بالعمر، شيخي المحترم. قيل ومن أشد منه حسرة؟ أشد منه حسرة يا رسول الله؟ قال حسرة رجل باع آخرته لدنيا غيره. إن شاء الله مرجعيتك بركات وانفتاح، لكن خلي أقول لك الخمط ما أدري إيش راح تجاوب الله. درهم والله يروح بشرق الأرض أو أقصى أقاصي الأرض، ترى أنت المطلوب وأنت المحاسب. شوف أنا ظلموني باسم المرجع الفلاني على أساس أقرب الصحن سنة 2005، لكن ابن المرجع أدري بي ما يدري، وإلى الآن ما يدري. وين أحصله وأقول له ترى أنت مطلوب لي، شو اللي شغله بابنك، هو ابنك الخرا، بس أنا وياك أتواقف، والله ما أهم لك ولا أعوفك أمام الله. أولا 3 ليالي يكون أقرب وفاة الإمام الصادق بالصحان، ربما كانت تنتفع الناس، ربما أنا أنتفع أيضا، لرزقي الوحيد ومصدري، يعني لاش طلبة ولا هم يحزنون. قطع علي بس مو هو أحاسبه، خلي يجيبوه يوم القيامة أقول لهم طرفي مو هذا لأبو، لأن سيف الأبو. أنا أنبهك شيخنا، أحذرك من أجواك هذه، وأنا ترى لا ينبئك مثل خبير. شوف أنا من وفاة البروجردي وإلى الآن، ما في وقت المحدود هذا التسجيل، من وفاة إلى الآن أنا في قلب المعاناة وأعرفها واحدة واحدة. على كل ليلة من تنام شيخنا اجعل صبيحتها الآخرة، لا يخمطون ويظلمون ويهينون ويسقطون باسمك، أخاف عليك والله، وحق رب العزة أخاف عليك، ما تسوى ترى. إيه راح تنخدع وحقك. أولا أنت مش معصوم ولا غيرك معصوم، معصومين 14. أنا هذا السيد الخميني تعاطفت معه ودفعت الثمن، لكن لا أعتبر كل خطواته صحيحة، مو معصوم، أنت مو معصوم، لكن أنا جاي أنبهك لا تنشغل ويغشوك، فقد غش من كان قبلك. أسأل الله أن تكون خاتمة مرجعيتك
خير وسلامات. وإن كان أعود فأقول بأنك همزة وصل، يعني راح تكون يلا هم إن شاء الله خيرها بغيرها. أنا أتخطى مروان بن الحكم عدو أهل البيت تجسر على أمير المؤمنين من طلع التوديع أبو ذر، تجسر بكلمات تناسبه قدر هذا. الإمام ما جاوبه، الإمام ودى خبر العثمان قال له هذا اعتدى علي وتجسر، ولكن أنت المطلوب وأنت المسؤول، لذلك أنا ما جاوبته. شيخنا العزيز بعض الوكلاء أنا أطوف العالم يخنطون خنطات، لأن هاي الشيعة بالعالم تدري إذا دابة مطي دابة أجلكم الله وعدها وكالة من المرجع بعد ما الطالبة بوصل يصبح المطي هذا ثقة يسوى 100 عمامة مزيفة. فباكر عقبة أنت تسأل ترى ويا خمط يصير، لأن الطرف يعرف فلان معتمد والله وكيل، هذا عند صك الغفران. شوف هاي الورقة صك ما يطالبه بوصل، فيصير التلهمد والتفرهد على قدم وساق. أنا جاي أقول لك، قلت لك أنا يجوز الليلة أموت، ربما الله هذول يفرحهم اللي يدوروهم، ولكن أحببت أن أقدم إليك هذا. أنا أدري بطبعك الانكفاء، أنت خاب أنت عالم على راسي، فقه وأصول عالم، أعتز بيك وأفتخر، تفتخر بيك الحوزات، لكن ترى أبو حنيفة هم عالم، أبو يوسف القاضي هم عالم. إحنا والعدالة، إحنا والورع والتقوى. أمير المؤمنين ما قال أعينوني بفقه وأصول وعلم الكلام، قال أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. أسأل الله أن يجعل خاتمة أمرك خيرا، وأن يجعلك يوم القيامة بين يدي الله أبيض الوجه. وقفوهم إنهم مسؤولون. ماكو هناك الألقاب تنفع، تعرف أحسن من عندي أنت. ماكو هناك ألقاب والله زارك الرئيس الفلاني والكنيمة زعيم الكنيمة، كلهن دبهن بسطل المهملات، بسلة المهملات. أعوذ بالله شيخنا شيخ باقر ختاما، أعوذ بالله أن دمعة تنزل وأنت المسؤول عنها. أعوذ بالله أن واحد بالظلمة يقول ذولا سقطوني سق شوها وسمعتي وتكون أنت المسؤول عنها. سلام عليكم وتسلم. ولكن خلي أقول لك ردود، لقد حملت خيارا صعبا. فك عينك مو بعينين 6 عيون، أريدك 6 عيون تفتحها وتنتبه. حملت خيارا صعبا، رجل الآن رجلك باب جهنم ورجلك الثانية باب الجنة. فأنت على كل أسأل الله أن تنتصر عقيدتك، أن ينتصر إيمانك، أن ينتصر عقلك، أن تنتصر عدالتك، أن ينتصر ورعك. ورحم الله أباك الذي كان صديق لي وكنت أحبه كثيرا. واسلم، جزاك الله خير. تحملت ما أقول من أخ صغير.